السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباراة الوداد الرياضي ضد الرجاء الرياضي في الدوري المغربي. يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس مساء اليوم السبت مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين الرجاء والوداد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المغربي لموسم 2025-2026. ويتصدر الرجاء جدول ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة في صراع محتدم على قمة الترتيب. في المقابل يدخل الوداد هذه المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة، باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب وتبقي على آماله قائمة في المنافسة على المراكز المتقدمة في ظل اشتداد الصراع بين فرق المقدمة. تنقل مباراة الرجاء البيضاوي والوداد الرياضي حصريا عبر شبكة قناة الرياضية المغربية المالكة لحقوق بث الدوري المغربي. وتنطلق مباراة الرجاء الرياضي والوداد البيضاوي اليوم السبت 9 مايو 2026 على المركب الرياضي محمد الخامس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، و9 مساء بتوقيت مصر، و10 مساء بتوقيت السعودية. وستجرى مباراة الرجاء الرياضي والوداد البيضاوي من دون جمهور بسبب العقوبة المفروضة على الفريق الأخضر بعد أحداث الشغب التي عرفتها مباراته ضد الجيش الملكي يوم الخميس الماضي. ويدخل الوداد الرياضي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب وتبقي على آماله قائمة في المنافسة على المراكز المتقدمة. ويدخل الوداد الرياضي اللقاء وسط غياب مؤثر بعد تأكد إصابة لاعبه البرازيلي غيليرمي فيريرا، ومن المنتظر أن يعوضه اللاعب أيمن الوافي. أما الرجاء الرياضي فيواجه احتمال غياب لاعبه آدم النفاني الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة الجولة الماضية أمام المغرب الفاسي، وتبدو حظوظه ضعيفة للمشاركة في الديربي. شكرا على مشاهدتكم الفيديو. ترقبوا تفاصيل أكثر عن مباراة الوداد والرجاء الرياضي على قناتكم مغرب نيوز والنتيجة النهائية للديربي بين الرجاء والوداد اليوم ابتداء من الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. كونوا في الموعد. المرجو الاشتراك في القناة من أجل التوصل بتغطية خاصة لمباراة الرجاء والوداد وأبرز مباريات الدوري المغربي. شكرا على وفائكم وإلى اللقاء.